اهلا بيكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. النهارده بقى انا حبيت ان انا اعمل الروتين بتاعي معاكم، لان طبعا انا كنت بعمل جولات كتير فلقيت بشرتي اتأثرت من الشمس وبدأت تحرقني. فقلت بقى اعمل لكم الروتين اللي كانت الدكتوره قايله لي عليه عشان ارمم حاجز البشره بتاعي. فدي المجموعه اللي انا بستخدمها لترميم البشره، وكمان مجموعه كمان اللي انت بتفتحي بشرتك، وكمان في الكولاجين، وكمان الريتينول. عايزه اقول لكم ان الريتينول ده حلو جدا لو انت عندك اي اثار تجاعيد ولا اي حاجه، فهي الروتينول ده حلو. تعالوا نبدا ونشوف مع بعض كده ايه اللي هنبدا نستخدمه عشان الاول نصلح حاجز البشره، لانه طبعا كان خلاص انهار. طبعا اول حاجتين هستخدمهم هما كريم ميبو والكريم اللي هو من منتجات سيكا. عايزه اقول لكم ان ميبو طبعا بيساعد على تجديد خلايا البشره وحلو جدا. فانا حاسه ان بشرتي بدات تحرقني، فقلت لا هعمل بقى الروتين اللي الدكتوره كانت قايله لي عليه، بس قلت لازم اقول لكم عليه عشان كلنا نستفاد. طبعا باخد جزء من ميبو كده ببدا افرده على بشرتي. عايزه اقول لكم ان ميبو لو حاسه في حرقان في بشرتك، فميبو فعلا بيهدي الحرقان دوت وبيهدي الاحمرار. لو بشرتك متاثره من الشمس جامد، فميبو ده على فكره بيقلل الاحمرار بتاع البشره، ولو بشرتك بتحرقك هتلاقيه ما بقاش فيه حرقان. غير كمان ان هو بيجدد بيساعد على تجديد خلايا البشره. ده بالنسبه لميبو. نيجي بقى للملك الكينج اللي معانا اللي هو من منتجات سيكا. عايزه اقول لكم ان طبعا سيكا دي بتصلح حاجز البشره. طبعا انا بشرتي كانت خلاص، بحس ان انا ما باجي اتك على بشرتي كده بحس انها بتوجعني، يعني معنى كده ان الحاجز البشره عندي خلاص. فقلت اجيب بقى الروتين اللي الدكتوره كانت قايله لي عليه قبل كده وابدا انفذه معاكم. طبعا جبت المنتجات بتاعتي دي، وهقول لكم بالظبط كمان بنستخدم ازاي. طبعا الكريم ده بدأت ان انا بقى اخد منه واوزع على بشرتي. بتوزع على بشرتك من مرتين لخمس مرات، ملوش اي اضرار، بالعكس ده هو حلو جدا لحاجز البشرة. تعالوا نشوف مع بعض كده القوام بتاعه. زي ما انتم شايفين ده القوام بتاع الكريم من منتجات سيكا. عايزه اقول لكم ان سيكا معروفه طبعا بالحلاوه بتاعتها، لان فعلا بتصلح وبترمم حاجز البشره. بتبداي تدهني بيه بشرتك وتدلكيها بلطف خالص، طبعا بلاش الفرق الجامد، لا بالراحه خالص. تبداي تعملي بشرتك بلطف خالص، توزعي على بشرتك كلها وتسيبيه. وقرري الموضوع دوت من 3 مرات لخمس مرات، هو ملوش اضرار، بالعكس هو جميل جدا، بيساعد ان البشرة ترجع تاني زي الاول. طبعا انا كده ببدأ ادلك بشرتي خلاص، وكده خلصت الكمية اللي انا عايزاها فردتها على بشرتي. ممكن بعديها مثلا بيوم او يومين ابدا بقى استخدم فيتامين سي عشان ابدا ارجع بشرتي افتح لونها تاني، علشان طبعا اثار الشمس طبعا بتغمق البشره. فده طبعا فيتامين سي طبعا بيساعد على ان انت بشرتك ترجع تنور وتبيض تاني. ده بتاخدي منه نقط كده بتوزعها على بشرتك. انا طبعا ايه يعني هحاول ان انا مثلا مش هحط على بشرتي دلوقتي عشان خاطر انا لسه حاطه طبعا المنتج بتاع سيكا ده على بشرتي، فمش ينفع ان انا احطه كله ورا بعضه، فانا هصبر شويه وبعدين ابقى احطه تاني. انا بوريكي بس المنتجات اللي هي بتساعد على ان انت بشرتك تبدا ان هي تنور تاني. ده بالنسبه لفيتامين سي، طبعا معروف جدا ان هو مفيد قوي. بعد كده هناخد بقى الريتينول. طبعا لو انت عندك اي تجاعيد من دهني الريتينول على جبهتك. لو انت عندك اي تجاعيد في جبهتك او حوالين الفم او في اي مكان شايفين القوام بتاعه هو بيبقى لونه اصفر، ده الريتينول. طبعا الريتينول معروف جدا ان هو حلو جدا للتجاعيد. بيملى طبعا الخطوط الرفيعة في الوش، لو انت عندك اي خطوط رفيعة فهو بيبدأ يساعد ان هو البشرة تمتلئ بكل سهولة. وبعد كده عندنا بقى الكولاجين. طبعا عايزه اقول لكم بيعمل نضاره فوريه لما بتستخدميه. طبعا الحاجات دي كلها انا مش هحطها مره واحده، انا بوريكم الروتين بتاعي وانتوا بعد كده بتبداوا توزعوه على حسب وقتكم. ده الكولاجين بيعمل نتيجه فوريه على فكره، لو انت حبيتي ان انت توردي خدودك توردي شفايفك فهو حلو جدا، بيساعد فعلا على توريد الخدود، بتحسي كده ان في نضاره في بشرتك.
احلى حاجه في المنتجات دي يا بنات ان هي بتمتص بسرعه على الجلد، يعني مسافه ما بتحطيها وتدلكيها بالراحه كده بتلاقي الحاجه امتصت بسرعه. ده بقى لو انت عندك مسام واسعة او عندك افرازات في بشرتك كتير، بشرتك دهنية بتفرز دهون كتير، فده بيساعد على ان هو بينظم الدهون وكمان بيقفل المسام الواسعة. طبعا زي ما انتوا شايفين ان هو برضو بيمتص بسرعة على الايد، فده الروتين بتاعي. جربوه بجد بجد مش هتندموا ان انتوا جربتوا حاجة زي كده، لان فعلا الروتين ده حلو جدا، وكانت الدكتورة اللي كاتباهولي وجاب معايا نتيجة فورية. فانت لو انت بتخرجي للشمس كتير فابدأي بقى هاتي ميبو وهاتي منتجات سيكا، لان فعلا بتساعد على ترميم البشرة، وفيتامين سي، وكمان الروتينول والكولاجين، وكمان اللي بيساعد على المسام الواسعة انها تتقفل معاكي بكل سهولة. بتجيبي المنتجات دي كلها هتلاقي بشرتك رجعتي تاني زي الاول واحسن، لانك انت بتجددي الحاجة